شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص مندوبية. التخطيط النموي سجل تباطؤ وصل لام 1.6% فالفصل الثالث من عام 2022 والأنشطة الفلاحية ارتفعت ب3.6%. أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1.6% خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8.7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2022 ارتفاعا بنسبة 3.6%، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15.1%. وشكل الطلب الداخلي حسب المندوبية قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. هذا وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية بنسبة 16.2% في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14.3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15.1% عوض ارتفاع بنسبة 16.6%، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33.2% عوض انخفاض بنسبة 20.1%. انظر هنا لقراءة الخبر من مصدره.